عايز اشتغل فويس اوفر بس مش عارف ابدا ازاي. السؤال ده اتسالته كتير جدا من ناس كتيره منكم بعتت لي السؤال ده. والصراحه السؤال ده محتاج اجزاء كتيره جدا ومده طويله جدا عشان نقدر نجاوب عليه، عشان السؤال ده شامل كل حاجه في صناعه الفويس اوفر. شوف، قبل ما تعرف ازاي انك تلاقي فرصه انك تشتغل فويس اوفر، اعرف الاول انك تصلح انك تكون معلق صوتي ولا لا، عندك الموهبه ولا لا. بداية خلينا نتفق إن أنت ما تلجأش للموضوع ده لا لقرايبك ولا لأهلك في البيت ولا لأصحابك، عشان بنسبة كبيرة جدا هيجاملوك، هيقولوا صوتك جميل وصوتك واو وصوتك رائع وما تسجل وتشتغل فويس أوفر. وصدقوني والله العظيم ناس كتيرة جدا بعتت لي مقاطع صوتية ليها، وعندها يعني قرايبها واصحابها قالوا لها اصواتكم تصلح كفويس اوفر. والله العظيم بقيت اسمع مهزله مهزله مهازل. يا جماعه الفويس اوفر، وانا قلت قبل كده في فيديو قبل ده ان الفويس اوفر مش لازم يكون صوتك حلو. اه الصوت هو حاجه كويسه وصوت اساس في المهنه، بس مش كل حاجه الصوت، يعني مش لازم يكون صوتك باس قوي وعريض ورقيم، او صوتك جميل وفي وقار كده وفي بهجه عشان تصلح الفويس اوفر. لا، الفويس اوفر مش صوت بس، الفويس اوفر حاجات كتيره جدا. عشان نعرف الحاجات دي تابعوا الفيديوهات اللي جايه، اللي انا هعمل سلسله فيديوهات على التيك توك بتشرح ازاي تبدأ كفويس اوفر، ازاي تلاقي فرص في مجال الفويس اوفر، وازاي تسوق لنفسك، وازاي تلاقي صلح شغل دائم وبطريقة مستمرة. بس خلينا في الفيديو ده نقول لكم حاجة واحدة بس. عشان تعرف انك تلاقي فرص تشتغل كفويس اوفر، لازم تعرف نفسك موهوب ولا لا. لازم صوتك يكون فيه الموهبة. طب أنا أعرف إزاي إن صوتي فيه موهبة أو موهوب كفويس أوفر؟ هقول لك سجل مقطع صوتي على موبايلك مثلا، سجل فيه أي حاجة، مقطع لا يتعدى 60 ثانية، وده كفاية جدا إن أنا أعرف إن صوتك يصلح ولا لأ، أو عندك الموهبة ولا لأ كفويس أوفر. سجل مقطع صوتي من جريدة، من جورنال، من أي إعلان سمعته عجبك، سجله بصوتك وسجله بأدائك وابعته لأي حد من المتخصصين. وناس تقول لي طب احنا نعرف ازاي ناس متخصصة؟ في زملاء كتير جدا لهم صفحات على السوشيال ميديا، على يوتيوب. ممكن تبعتوا لي انا على هنا. هسيب ايميلي او هسيب الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. ممكن تبعتوا لي هنا في البايو على المقاطع الصوتية بتاعتكم. تاني حاجة، الفويس اوفر مش اعلانات بس. الفويس اوفر في مجالات كتيرة جدا. في معلق صوتي بيسجل اعلانات، في معلق صوتي بيسجل تقارير اخبارية، في معلق صوتي بيسجل نشرات، لا نشرات دي بمذيع. هو ممكن تكون تقارير اخبارية او ريبورتاج في البرامج التلفزيونية. في معلق صوتي بيسجل ملخصات افلام احنا بنشوفها دلوقتي على اليوتيوب، وكذا حاجه. الفويس اوفر داخل في كذا حاجه وحاجات كتيره جدا. تابعوا الفيديوهات الجايه واحنا هنحاول نشرح لكم ازاي تكتشفوا نفسكم كفويس اوفر، وازاي تلاقوا فرص، وازاي تبداوا في المجال ده. يلا سلام.